خبر تيفي، للخبر بقية. إليكم مشاهدينا أهم عناوين أخبار اليوم. صحف عسكر الجزائر تستغل حملة كراغيلة الداخل على فوز الأقجع لمهاجمة المغرب. روسيا تفجرها وترفض طلب عدائي خطير ضد المغرب. المرجو الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس والضغط على زر اللايك ليصلك آخر الأخبار المغربية. صحف عسكر الجزائر تستغل حملة كراغيلة الداخل على فوز الأقجع لمهاجمة المغرب. استغلت صحف النظام العسكري الجزائري الحملة التي يشنها بعض الفئات المحسوبة على جمهور الرجاء البيضاوي ضد رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم لتهاجم المملكة وتواصل حملتها المسعورة على كل ما هو مغربي. وتناقلت صحف الرصيف في بلد الجار منشوراتها المليئة بالحقد تجاه المغرب مهاجمة رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم الذي تحول إلى مغص في حلقهم. روسيا تفجرها وترفض طلب عدائي خطير ضد المغرب. عقد الممثل الخاص لرئيس الاتحاد الروسي للشرق الأوسط وإفريقيا نائب وزير خارجية روسيا ميخائيل بوغدانوف محادثات ثنائية جمعته بالسفير الجنوب إفريقي سفير جنوب إفريقيا في روسيا موزوفوكيلي جيف ماكيتوكا، وذلك بناء على طلبه. وحسب ما أعلنته وزارة الخارجية الروسية فقد أركزت المباحثات بين الطرفين على قضايا الساعة المتعلقة بمواصلة تطوير الشراكة الاستراتيجية الروسية الجنوبية الإفريقية مع التركيز على توسيع التعاون التجاري والاقتصادي والإنساني. كما تم تأكيد بين الجانبين الروسي والجنوب إفريقي على اهتمام البلدين بتعميق الحوار السياسي والتنسيق الفعال للمواقف في الأمم المتحدة ومجموعة البريكس ومجموعة العشرين والصيغ المتعددة للأطراف الأخرى. كما كان الاجتماع فرصة لمناقشة قمة روسيا إفريقيا المقررة في يوليو المقبل بمدينة سان بطرسبرغ الروسية، إذ أشارت الخارجية الروسية أن الطرفين بحثا الجوانب التنظيمية والموضوعية للتحضير للقمة الروسية الإفريقية الثانية في سان بطرسبرغ في يوليو من هذا العام. وحسب مراقبين فقد حاول السفير الجنوب الإفريقي إقناع الجانب الروسي بمشاركة الكيان الانفصالي البوليزاريو في القمة الروسية الإفريقية المقبلة، لكن الجانب الروسي يبدي حزما واضحا بخصوص الشروط المحددة للمشاركة. أولها يتمثل في أن المشاركة مفتوحة لدول المعترف بها من طرف الأمم المتحدة فقط، وهو الشرط الذي لا تتوفر عليه جبهة البوليزاريو الانفصالية. ذات المصادر أوردت أن مشاركة الطرف الانفصالي في القمة مستبعدة وغير واردة البتة رغم المحاولات الجنوب الإفريقية والجزائرية، لأن موسكو تريد تنظيم القمة روسية إفريقية شريفة بعيدا عن الاتحاد الإفريقي وأي منظمة أخرى، وهو الأمر الذي شكل صدمة لكل من الجزائر وبريتوريا.